السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات مغربية مجربة. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا دانيت كراميل بمقادير بسيطة. غادي نحتاجو في المقادير نص لتر ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال النشا، 2 معالق كبار ديال السكر سنيدة، والسكر سنيدة تيبقى على حسب الذوق. غادي نحتاج معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر، 6 القطع ديال الشوكولا. من الافضل الا عندكم الشوكولا من النوع الممتاز استعملوه. بسم الله. غادي ندير جميع المكونات مع الحليب. غادي نخلي غير الشوكولاط اللي غنخليه هو الاخير. غادي ندير نشا، غادي ندير السكر سنيده، كاكاو المر. غادي نخلطوا هاد المكونات قبل ما نديروهم فوق النار. غادي نوضعوهم فوق النار، غادي نبقاو نحركو فيهم حتى يعقد لينا شويه، وإلا غادي نزيدو الشوكولاط. غادي نبقاو نحركو بشويه، والنار تكون عافيه مهيله. غادي نبقاو نحركو حتى يعقد لينا الخليط. يبدا ثقال، نبداو نحسو به بانه ثقال. غادي نزيدو الشوكولاط. هذا ديسير سريع تحضر في دقائق. بسم الله. دابا فاش عقد صافي طفيت عليه النار. غادي نزيد الشوكولاط، غادي نبقى نحرك حتى تيذوب لينا الشوكولاط صافي. وغادي نديرو في الكويسات. الشوكولاط راه دغيا تيذوب. صافي دابا غادي ندوزو باش نعمرو الكويسات ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو، تيجي بحال ما هكا. صافي دابا غادي نديرو في الكيسان. بسم الله. خصنا نخويوه هو باقي ساخن، حيت لا برد غادي يجمد لينا في هذا الكاسرونه. من بعد ما عمرت الكيسان مسحتهم من الجناب، وغادي ندخلهم دابا للثلاجه يبردوا. هاد الكميه اللي عطيتكم ديال الحليب عطاتني 4 الكيسان من هذا الحجم. الا درتو الكيسان صغار غادي يعطيوكم 6. صافي غادي نخليهم يبردوا ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال دانيت شوكولا. تيجي رائع، تيجي عاقد. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه. تيجي على هذا الشكل، تيجي عاقد ولذيذ. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم كنتمنى تضغطوا على زر لايك وتخليو لينا الكومونتير ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.